إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا زوج له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام تعالوا بنا لنضرب وصفة سريعة مع الابتلاء والابتلاء سنة جارية وسنة باقية. الابتلاء سنة لوصول الإنسان في الكون. الابتلاء سنة لوصول الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وكنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عباد الله الابتلاء سنة جارية. سنة جارية من إنسان إلى آخر. سنة جارية من سنة الأنبياء إلى أنبياء الله الأرض ومن عليها. تدعو من عبد إلى عبد ومن امرأة إلى امرأة ومن طفل إلى طفل والبلاغ العلم جميعا. البلاغ ينزل على الأنبياء وينزل على المؤمنين وينزل على المسلمين وينزل على الفاسقين والفاسقين بل ينزل البلاغ حتى على الكافرين. ولكن عباد الله الابتلاء ينزل على العبد فيرجع. البلاء ينزل بالعبد فيرجع سواء كان مسلما او غير مسلم. فان كان غير مسلم يرجع اذا صبر في الدنيا وليس له في الاخره من خلاق. اما ان كان العبد مؤمنا او صالحا او مسلما فإذا صبر أو
انظر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء لتعلم أن أصحاب البلاء الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم. قال الأنبياء من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء. قالوا ثم من؟ قال الأنزل فالأنزل ويبتلى الأرض على قدر الدين أو يبتلى الرجل على قدر الدين، فإن كان دينه صلبا شدد عليه البلاء حتى يمشي على الأرض ولا تستطيع بلاء. بعض الناس ينظرون إلى أهل البلاء نظرة شماتة وينظرون إلى هؤلاء كأنهم هم وسط الأرض الفقر. حينما يبتلى هذا الرجل فيقول البعض نعم إن هذا الرجل كان ظالما، إن هذا الرجل كان فيه كذا وكذا من الظلم فيشمل فيه، وهذا ليس على الصواب، بل أهل البلاء الله عز وجل اختارهم واختصهم. وإن لم تبتلى في حياتك فانظر إلى نفسك فأنت ليس على الجادة وليس على الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء شديدا، وإذا ما نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تجد أنها كلها بلاء أو كلها بلاء وامتحان واختبار. والبلاء على نوعين: بلاء للتطوير وبلاء لتسيير الذنوب والمعاصي. فإن الله عز وجل إذا ابتلى الأنبياء يبتليهم ليقربهم منه سبحانه وتعالى وليكون لك أسوة حسنة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتلاك كما ورد في الحديث آنفا ابتلاك لتحرصك من هذه الذنوب والمعاصي فتمشي على الأرض ولا تستطيع ثلاثة. نعم يا عباد الله، فالبلاء سنة من سنن الله في كونه وسنة من سنن الأنبياء. قلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في غيره، الدنيا في عائشة رضي الله تعالى عنها، الدنيا في دينه. فأول ما أسلم معه جرعة من الصحابة كانوا يعذبون الصحابة ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا في دينه والدنيا في أصحابه والدنيا في أولاده، فماذا له أولادهم في حياته والدنيا في حياتهم كلها. فإذا ما نظرت فرأوا بالحرب كسرت رباعيته وشش رأسه وذكرت حلقات من رأسه وشفتيه صلى الله عليه وسلم. فهذا بلاء شديد، بلاء ليكون لك أسوة حسنة. وأشد البلاء عباد الله يكون في دين الله عز وجل. البلاء الشديد حينما تبتلى في دينه، وأما دون ذلك الله عز وجل يمرضه الله الكرام. نعم يا عباد الله، يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء.
وذلك حينما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في جسده أي بالمرض ابتلي بالحمى الشديدة فقال إني لأوعى كما يوعى الرجلين منكم أي إني لأمره كما يوعى الرجلين من الناس فشدد عليه الحمى صلى الله عليه وسلم حتى مات في هذا المرض. عباد الله قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء انظر الى هذا التعبير القراني والرباني ولنبلونكم بشيء انت ظننت الايه كثيرا ومرارا وتكرارا ولكن حينما تقف مع هذه الايه وتقف مع الله هذه الآية ترى أن الله عز وجل جاء ولنبلونكم بشيء بسيط من الخوف وكلمة مثل الصفير من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا هنا عباد الله يمين الله الخليقة من الطريق وحينها وبشر الصابرين حينما يبتلى العبد المؤمن او يبتلى العبد المسلم او يبتلى العبد الصبري هنا الله عز وجل يجازيه اذا صبر وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه سمى الله في القرآن بهذا البلاء مصيبة وسماه بالشر وسماه بالخير قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لا تقولوا يا رب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ونذكركم بالشر والخير فتنة ثم البلاء شر